بسم الله الرحمن الرحيم. انا خوخه. عارفيننا من قناتنا يانا يا مرات اخويا. النهارده احنا كنا في فرح وجبت الممبار. هما كانوا بيقطعوا الممبار ده، بيقطعوه حتت كده وينضفوه ويحطوه مع الكرش عشان يطبخوه مع الكرشه والراس في الفرح. فانا استخسرته بصراحه فجبت منه حتت شويه كتار يعني. اهيت واهي اهي كمان، ولسه هننضفه لسه في الحوض اهوت، هنغسله غسله حلوه. انا بس عايزه اعرفكم بس احنا هنقلب ديت ازاي زي ما قلبنا دي. تعالوا كده اما اقولك هنعملها بايه يا خوخه. بالمسن بتاع السكينه ده اهو. بتجيبي ايه بقى؟ بتجيبي الطرف ده وتدخليه لجوه كده، دخلي الطرف لجوه وشد عليكي كده 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 اهو اهو اهو. شوفوا الطرف، شوفوا اللي جوه اهو، اللي جوه ظاهره. تقومي مشداه كده اهو، تطلعيه او باي حاجه رفيعه عندك اهو 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 كده. قلبنا الممبار. دي طريقه قلب الممبار. تمام اهو. هننضفه بقى وياكوا برضو، وطريقه تنظيفه عشان يبقى شمعه منوره كده وتاكليه وانت ايه. اهم حاجه الممبار ده يتنضف تنظيفه عدله عشان بيبقى لازم يتنضف، لان لو ما تنضفش حلو ما بتعرفيش تاكليه. احنا هنعمل فيه كده. دي هتبقى اول ايه، اول حاجه فيه. وبعدين هقول لكم بننضفه بايه كمان. استني معايا كمان. انا خوخه بقى بنضف الممبار بايه. دي جلده انبوب. دي ايه؟ جلده انبوب. في كام طريقه تنضفي بها الممبار، بس انا برضو بفضل كده وما بسيبهاش برضو. شوفوا الفرق. انا هوريكم الفرق اللي ورا. ادا شوفي غامق ازاي، دي فتحت ازاي اهي. اتك على جلدة الانبوبة وانت بتسحبي. هاتي ايدي كده هنا يا وز. ايوه شفتي جلدة الانبوبة تحت ايدي اهي، تتك عليها وتسحبي، تك عليها وتسحبي اهي. شوفي بتنزل ايه. استني اهي. شفتي اهي اهي اهي. شوفي اهي اهي. شوفي منزله قد ايه. شفتي دي طريقه. والطريقه التانية انك تعمليها بالسكين، وفي ناس بتعملها بغطا الازاز. يعني مش كله، حسب ما ايه ما ترتاحي. بس انا بعملها بجلدة الانبوبة، وبعدين بقوم عايدة عليها بالسكينة كده حاجة بسيطة لو كان فيها حاجة. وبعدين برجع ايه اعمله بكمان حاجة. خليكي بس معايا لاخر الفيديو علشان اوريكي الطريقة الاخرانية اللي هتخليه شمعة منورة بيضة كده. بس يا بنات انا حطيت، شوفوا، ملح عليه، ملح خشن ماشي، وسبته شويه. تمام. احنا كده التنظيف برضو مش حلو. احنا هننضفه كمان في ايه، في المصفى. جبت مصفى المكرونه اللي هي لها حاجات من تحت وتحت نضيفه اهو. وهنوريكم برضو بينزل ايه بعد ما يتحط عليه ملح اهي اهي. على فكره شوف منزل ايه برضو في الحله يعني. برضو عايز يتنضف تنظيف كويس. نجيب الملح اهو، ملح خشن اهو. وندعكه كده دعكه مبرحه اهو. نزل اهو. شفتوا نزل قد ايه كمان. شفتوا كده يا فل يا خوخه يا قمر اهو. هتيجي تاكلي منه بقى يا تفاحه؟ هنخليه لما تيجي تاكلي منه ولا تعملي ايه، ولا عندك تعملي؟ يلا بقى احنا عازمينك عليه. بتعالي كليه يلا. هنعلك ايه حب ولا نستنى انت تبقي تيجي تاكليه معايا اهو. شفتوا الجمال. شفتوا بينزل تاني اهو. شفتوا
هو كيس كويس قوي انك تدعكيه بيه. هتفضلي تعمليه كده لحد ما يبقى ابيض زي الشام اهو. شوفوا شوفوا يا بنات، شوفوا بقى فل. شوفوا ابيض ازاي وجميل ازاي. لسه بقى هننقعه، هنحط خل ونحط ليمون ونحط جنزبيل ونحط قشر سفندي ونحط دقيق وننقعه بقى شويه كده ساعتين ولا حاجه، ويبقى كده تمام فل. يلا خليكي معايا لاخر الفيديو عشان ننقعه ونعمله سوا. حطينا اهوت دي النقع بتاع الممبار، حطينا اهو ده سفندي، قشر سفندي. انا عصرت سفندية اصلا على بعضها، عصرت سفندية وحطيت ملح، ما حطيتش خل، ما انا مش عايزه احط خل. وحطينا ملح وحطينا جنزبيل وحطينا دقيق وكده. بقى تسيبيه بقى لما يتنقع حلو يبقى ريحته حلوه، وبعدين بقى يا تحشيه يا تكيسيه لحد ما تيجي تحشي تعمليه. وفي فيديو جديد مع انا يا مرات اخويا انا خوخه، واحلى ممبار باحلى طريقه تعرفي تعملي بيها الممبار، يا اما جلده الانبوبه يا اما يا اما بالسكينه وتجرفيه كده زي ما انا قلت لك. شرفونا في القناه، يسعدنا تشريفكم. باي.